شيكابالي عجيب من أهداف شيكابالا بتاعت زمان. الزمالك يفوز على مودرن بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى الدور القادم لمواجهة سموحة. في مباراة من عبثيات الكاس، الزمالك يستطيع الفوز على مودرن بهدفين مقابل هدف. مودرن نازل المباراة بمبدأ أنا هبط في الدوري بس مش ههبط في الكاس بسهولة. بسيرو نزل بخطة 4-1-2-3، عواد وحسام ومصدق وبنتاج وعمر جابر ودونجا قدامهم، عبد الله السعيد وناصر في مركز 8، 3 قدام زيزو والجزيري وخيان مجاتا عقول مبوظ الهجمات عقول راعي الضحك في مصر ميم شين. مودرن نازل فاتح خطوطه، بيضغط عليك ضغط متقدم، خصوصا الأربعة اللي قدام بيوصلوا لحد صبحي في الضغط. انت المفروض انك توصل الكرة لدونجا والدونجا يحاول يوصلها لعبد الله او لناصر، لكن دونجا مع اي ضغط بيفقد الكرة، وبالعكس بيدي الكرة لمهاجمين مودرن. بتخلي لعيبة مودرن تضغط عليك قدام صبحي اللي كان نجم المباراة، ولما الحارس يكون نجم المباراة فده معناه ان هجوم مودرن وصل كتير وشكل خطر كثير. الزمالك طول المباراة بيحاول يبني اللعب من الخلف، الدفاع ثم دونجا ثم عبد الله او ناصر. الكرة توصل لدونجا ومع الضغط يضطر الدفاع يشتتها لقدام فترجع للزمالك بهجمة، وهكذا. من كرة اتلعبت صح أول 5 دقايق بين حسام وعبد الله وبنتاي يجي منها الهدف. باقي المباراة مش قادر تعمل الهجمة المتفق عليها بسبب الضغط على الثنائي نص الملعب مان تو مان، ومضيع الهجمات طبعا مصطفى شلبي اللي نازل الملعب بس عشان يعمل كعوب. نتيجة الضغط المستمر من ركنية فيها مدرب مودرن إنه وقفت لعيبة الزمالك في الركنيات ورا بعض، بس قرر يخلي 4 لعيبة يطلعوا مع بعض وسجلوا هدف التعادل. استمر اللعب بنفس الطريقة إلى نزول فتوح في نص الملعب بدلا من دونجا. مع نزول فتوح أصبح عندك في نص الملعب 2 ذو تمريرات أرضية وعالية ممتازة ولاعيبة كورة، فتوح وعبد الله السعيد، مع خروج ناصر ماهر ونزول حمدي ثم خروج بنتايج ونزول شيكا اللي لو برجل واحدة فهو أفضل من مصطفى شلبي. مسكت الكرة في نص الملعب وشكلت خطورة، وصلت كثير لمرمى مودرن وضيعت أهداف كثيرة. وأخيرا من كروس شيكابالي عجيب يلعبوا فتوح لزيزو اللي بيدوس عليها ويلعبها للخارج لشيكا علشان يسجل هدف الفوز. ملحوظات مهمة: شلبي ما يلعبش تاني وكفاية كده. فتوح في نص الملعب يلعب 8 جنب عبد الله السعيد مش يلعب 6. شيكا ممكن يلعب مكان شلبي حتى لو شوط هيكون أحسن منه. وأخيرا انتهت المباراة بمجهود بدني قوي قبل مباراة الديربي التي وضعها اتحاد الكرة عشان الأهلي يفوز ويكسر عقدة عدم فوز الأهلي، لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإن شاء الله الزمالك لن يهزم. لايكك الجميل واشترك في القناة يا زملكاوي أصيل.